الصفحه اللي موجوده قدام حضرتك، بتحط هنا ايميل، بعد كده كلمه سر، وتكرر كلمه السر، وتوافق على الشروط واستخدام الخدمه، وبعد كده بتحل الكابتشا وبتضغط يسجل، بيبقى لك ايه حساب على الموقع. بنضغط على مدخل او تسجيل الدخول، على طول بيجي لك الصفحه اللي موجوده قدام حضرتك، بتحط البريد الالكتروني كلمه السر وتحل الكابتشا وبتضغط على مدخل. بعد ما تضغط على مدخل بيفتح معاك الموقع بالصفحة اللي موجودة قدام حضرتك. لو عملنا كده ترجمة للصفحة دي، الصفحة الأولى، وبيجيب لك جميع بيانات، وبيعرفك ايه طريقة الشغل على الموقع اللي هنشرحها مع حضراتكم. أول شيء داخل الموقع إنك المهام، لو ضغطت كده على مهام هتفتح لك ايه المهام اللي موجوده قدام حضرتك. في هنا عندك ايه، هتضغط على الشبكات الاجتماعيه وتضغط على البحث عن الطلبات. تضغط عن البحث عن الطلبات، بتفتح معاك مجموعه المهام اللي موجوده قدام حضرتك. المهام دي عندك كم صفحه؟ من المهام دياتي عندك 50 صفحه. عندك 50 صفحة موجودة فيها كمية من المهام داخل الموقع. المهام دياتي مش هتقدر تقوم بيها غير لما تسجل الصفحات الخاصة بحضرتك اللي انت هتعمل عن طريقها تبادل للمهام. يعني عاود مثلا قناتك على او صفحتك على التليجرام او اليوتيوب، لو انت هتقوم قناتك على اليوتيوب، لو انت هتقوم بالمهام الخاصة باليوتيوب، وبعد كده على الانستجرام لو انت هتقوم بالمهام الخاصة بالانستجرام بتسجل ايه الصفحات بتاعت حضرتك. طب اسجل صفحات منين؟ دي اول شيء لازم تعمله، انك تسجل ايه الصفحات اللي بتاعت حضرتك. اول حاجة بتضغط على حساباتي، بتضغط على حساباتي الموجودة في القائمة الرئيسية، بتسجل الصفحات اللي موجودة قدام حضرتك اللي انت حابب تشتغل على المهام الخاصة بيها. اول حاجة بتعملها بيجي لك هنا التليجرام، لانك لما اول شيء بتسجل التليجرام فبتفتح معاك باقي الصفحات اللي انت ممكن تسجلها. بتسجل التليجرام الخاص بحضرتك زي ما احنا كده مسجلين، وبعد كده ابتدي تسجل ايه الصفحات الخاصة بحضرتك. لو انت مثلا ضغطت على اليوتيوب بتفتح معاك صفحة اليوتيوب، بيقول لك انت هتخلي قناة اليوتيوب بتاعتك عامة، بيديك كود بيقول لك حطه في الوصف بتاع القناة بتاعت حضرتك، بتحط رابط القناة وبتدي له النوع بتاعك، هل انت ذكر او انثى، وبعد كده بتضغط يسجل. على طول بيتحقق من الكود عشان يعرف ان القناة دي بتاعتك، وبيتحقق من الكود وبيتم تسجيل القناة. وممكن تشيل الكود بعد كده لو انت حابب تشيله. يعني مثلا لو ضغطت على انستجرام بتفتح لك البيانات او الطلبات اللي هو عايزها، بيقول لك قم باختصار حسابك الى النموذج العادي واملأ المعلومات الاساسية، المعلومات اللي بيتكلم عنها هنا اللي احنا خاصة بالانستجرام. بيقول لك ادخل رمز التحقق ده في الانستجرام عن نفس طريقة التوقيع. لو انت ضغطت كده على المثال بتفتح معاك الصفحة، بيوريك كيفية ايه تسجيل ايه الكود. بيقول لك بتضغط هنا اهو الكود اهو مسجل، بتضغط وبتسجله في وصف ايه الحساب بتاعك بتاع الانستجرام، وكذلك بتسجله في وصف ايه القناة بتاعت حضرتك اهو ده ايه الكود. وبعد كده بتعمل ايه، نرجع كده هواتي. بعد كده بتسجل رابط الحساب بتاع حضرتك اللي خاص بالانستجرام، وبتسجل النوع. هنا بتحط الرابط بتاع حضرتك سواء كان انستجرام او يوتيوب او اي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي بتاعت حضرتك اللي انت هتشتغل عليها وتعمل من خلالها تبادل المهام. وبعد كده بتضغط هنا وبتحدد النوع بتاع حضرتك، وبعد كده بتضغط على يتقدم، وبيتم التحقق من الحساب بتاعك عن طريق الكود اللي انت حطيته في وصف الحساب بتاع حضرتك سواء كانت قناة اليوتيوب او انستجرام او تليجرام او جميع الصفحات بتاعت حضرتك. وممكن تشيل هنا يقول قم بإزالة رمز التحقق بعد الإضافة، قم بإزالة الرمز اللي انت حطيته ده بعد الإضافة. طب تعالى نرجع لكيفية الربح. تعالى نضغط على المهام، بتيجي كده المهام وتضغط على الشبكات الاجتماعية وبتضغط على البحث عن الطلبات. لو جينا كده مع على التليجرام هنا، لو انت ثبتت الفارة او ثبتت المؤشر على الخانة اللي موجودة جبال التليجرام، بيقول لك هنا بيوصف لك ايه المهمة.
بيقول لك القناه تعلق 100 حرف اشتراك في القناه، تفاعل مع المنشور. نوع المهمه المخصصه، وقت الاكمال يوم واحد. بتاخد الرابط دهواتي وبتعمل المهمه الخاصه بالتليجرام. لو انت كده حددت المؤشر على اليوتيوب بيقول لك نوع المهمه المخصصه، وقت الاكمال يوم واحد. بيقول لك ادخل على الحساب ده الخاص باليوتيوب وخد لقطه شاشه وابعتها انك دخلت على الحساب، واختار نظام الموجود في الشاشه وشاهد الفيديو وارسل لقطه شاشه. دي بتقوم بالمهام وتبعت له الطلبات اللي هو طالبها، وبتحصل على 7 روبل. المهمه الاولى اللي هي في تليجرام بتحصل على 11 روبل. هنا مثلا لو جينا مثلا عند برضو اليوتيوب هنا كده بيقول لك نوع المهمة الاشتراك والعرض والتعليق والإعجاب بالفيديو. تعمل اشتراك وتعليق وإعجاب ونشر للفيديو. وقت إكمال المهمة 12 ساعة. بتاخد الرابط أهو اللي موجود عندك الخاص باليوتيوب، وبتخش على القناة وبتعمل إيه اشتراك وتعليق واعجاب ونشر للقناه او الفيديو، وبتبعت للطلبات اللي هو بيبقى طالبها. لو انت ضغطت كده على المهمه بتفتح لك ايه طلبات المهمه الخاصه بيها. بتفتح لك طلبات المهمه. لو عملنا كده ترجمه بيقول لك هل انت تعرف المهمه ولا اقدم لك برنامج تدريبي. لو انت عارف طريقه المهمه بتضغط على انا اعرف، اذهب الى الطلب. هنا بيقول لك هل انت متاكد من انك تعرف كيفيه تولي مهمه وارسال التقرير بشكل صحيح لضمان تلقي الدفع. لو انت عارف بتضغط على انا اعرف. لو انت حابب تعرف ايه المهمه بتضغط على البرنامج التعليمي وبتتعلم كيف تعمل ايه المهمه، وبتأدي المهمه وبتاخد ايه الربح الخاص بالمهمه. تعالى نرجع كده، ودي باقي المهام. لو انت مثلا كده على تويتر هنا بيقول لك نوع المهمه انشاء تغريده. بتعمل تغريده للحساب اللي هو بيديه لك. وقت الاكمال المهمه 5 ساعات. وبتعمل ايه بيقول لك ايه نص فريد من رابط الى الموقع، نشر منشور فريد. بتعمل له منشور فريد للموقع وبتعمل له تغريده خاصه بالموقع وبتنشرها وبتبعت ايه الاثباتات وبيتم ايه الربح. وبتاخد على المهمه دي 4.5 روبل. مبالغ جميله وشايفها مبالغ كويسه ومبالغ محترمه. انك ممكن خلال ساعه او ساعتين بتجمع اكتر من 1500 روبل وبتسحبها على طول على الحساب بتاع حضرتك. تعال طب نشوف كيفيه السحب من الموقع او سحب الارباح بتاعت حضرتك. بتروح هنا على القوائم في ملفي وفي بنك، بتضغط على كلمة البنك وبتضغط على ايه التوازن بتاع حضرتك او الارباح اللي انت جت عند حضرتك. انا لسه كده مفيش ارباح، وهنا ده الاحتياطي وده هنا السحب المطلوب. وبتضغط هنا على كلمة ايه ينسحب. بس بتسحب على ايه فوق حتى كده، اللي فوق حتى اللي هو الايداع. بتضغط على ملفك الشخصي، بتروح على الملف الشخصي وبتحط ايه طريقة الدفع بتاعت حضرتك. بعد ما تضغط على الملف الشخصي بتروح على اعدادات بنك وبتروح على كلمة بنك وبتحط على الحساب اللي انت هتسحب عليه. ويبو ماني ممكن تسحب عليها، وباير ومجموعة من المواقع او طرق السحب اللي انت ممكن بتسحب عليها. بيسجل هنا نظام الدفع اللي انت هتسحب عليه، بتختار اي نظام اللي انت حابب انك تسحب عليه، وبعد كده بتسجل تفاصيل الحساب او الطريقه اللي انت هتسحب عليها وبتضغط على يتقدم وبيتسجل معاه طريقه ايه السحب. على طول بتوصل على لو حابب تسحب عاد بتوصل على ينسحب، بتضغط على ينسحب بتضغط على التوازن بتاع حضرتك. عفوا بتضغط على التوازن بيجي لك هنا الحساب اللي انت ممكن تنسحبه او تعمل له انسحاب. وبتبقى مسجل طريقة ايه الانسحاب. بتضغط على ينسحب فبينسحب معاك الرصيد بتاع حضرتك. وانا شايف انه هو موقع جميل جدا وبيديك ارباح محترمة ومبالغ محترمة ممكن تستفيد منها. وبتستفيد من الموقع ده بطريقة مجانية بدون اي ايه ايداع او بدون اي استثمار في الموقع. ولو انت حابب تعمل استثمار او ايداع في الموقع بتضغط على فوق حتى ازاي بتعمل استثمار. بتعمل ايداع اولا وبعدين بتحط حساب انك بيجي لك عليه تبادل المهام وتعمل له مهام. لو انت حابب مثلا تجيب
متابعين لانستجرام او متابعين لتويتر، بتحط هنا رابط التويتر الخاص بحضرتك، وبتجيب له ايه متابعين او ايه مشتركين في الحساب بتاع حضرتك. وده لو حابب تعمل استثمار او تعمل ايه بتحط رابط بتاع حضرتك، وده على مسؤولية حضرتك الشخصية، وانت المسؤول عن ايداعك او استثمارك في الموقع. وكده يبقى احنا وصلنا معاكم لنهاية شرحنا من على قناتكم قناة الربح للمبتدئين. وأرجو من حضرتك لو أنت استفدت من الفيديو ما تبخلش عليا باللايك الجميل بتاع حضرتك، اللي بيخلي الفيديو ينتشر ويوصل لكثير من الناس ويستفيدوا منه ويربحوا منه إن شاء الله بالطريقة المجانية. وأرجو من حضرتك إنك ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله